بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، بعد ولادته ملك اليمن ملك يقال له سيف بن ذي يزن. يقول ابن المنذر أن اسمه النعمان بن قيس. ما طول في حكمه، يمكن سنة ونص أقل، يعني ما طول. وهذه الرواية التاريخية عن عبد الله بن عباس تحديدا. هذا الملك حينما ملك اليمن وفدت إليه وفود العرب من قبائلها، كل قبيلة بوفد تهنئه وتبارك له وتجدد العلاقات الدبلوماسية من زمان ترى، وتجدد السلام وتجدد العهد التجاري بينه وبينهم، ويقدموا له بعض الهدايا والتودد. كان له شأن. يقول أمية بن الصلت: واشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا في رأس غمدان دارا منك محلالا. وفدت إليه قريش بوفد. الوفد هذا كان على مقدمته عبد المطلب بن هاشم، خويلد بن أسد، أمية بن عبد شمس، عبد الله بن جدعان. وجوه قريش فطاح ذاتهم، رجالهم، أسيادهم، وجوه. ترى الأسماء هذه لما تفد بوفد إلى شخص، ترى هذا الشخص له قيمة اعتبارية كبيرة جدا. تقدم عبد المطلب يوم وصلوا الوفد، تعريفهم بأنفسهم حتى كان تعريف، يا أخي اللغة هذه لغة مليئة بالمفردات العجيبة اللي تجعلنا حرام إن ما نستزيد منها. أول ما دنا عبد المطلب يبغى يتحدث بين يدي النعمان بن قيس بوفده، دنا يبغى يتكلم ويستأذن النعمان بالكلام، فقال له النعمان بن قيس لعبد المطلب جد الرسول، قال له: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك. هذا بدايتها. قال عبد المطلب بن هاشم: أيها الملك، إن الله قد أحلك محلا طيبا شامخا باذخا صعبا هنيئا، وأنبتك نباتا طابت أرومته في أكرم موطن وأطيب معدن، وأنت أبيت اللعن ملك العرب وربيعها ورأس العرب الذي تنقاد له وعمودها الذي عليه العماد، وسلفك خير سلف وأنت لنا منهم خير خلف، فلن يخمد من أنت سلفه ولن يهلك من أنت خلفه، ونحن أيها الملك أهل حرم الله وسدنة بيته، وهذا الوفد وفد تهنئة لا وفد مزرعة. فقال الملك النعمان بن قيس: ومن أنت أيها المتكلم؟ فقال: عبد المطلب بن هاشم. فقال له: ابن أختنا؟ قال: نعم. فقال له: ادن مني. طبعا كان بينهم نسب قديم، فكان يعرف النعمان بن قيس أن هذا النسب من بطن قريش، وهذه المرأة يعني كانوا يتزاوجون فيما بينهم قديما، وكانوا يأخذون من خيار القوم وأسيادهم. فيوم سمع أنه قال أهل حرم الله وسدنة بيته، قال له: ومن أيها المتكلم أنت؟ فقال له: عبد المطلب بن هاشم. فأدنى منهم وأدناهم. سيناريو والحوار اللي صار عظيم، والبلاغة. يوم أدنى منهم النعمان بن قيس قال بصوت عالي: مرحبا وأهلا، وناقة ورحلة، ومستناخا سهلا، وملكا ربحلا، يعطي عطاء جزلا. شوف البلاغة: قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم، فأنتم أهل الليل والنهار، ولكم الكرامة ما أقمتم. يا الله والفصاحة، يا الله والبلاغة. يقال أن وفد قريش يقال تاريخيا أنهم أقاموا في دار اسمها دار الوفود والكرامة، كانت عند الملوك قديما وما زالت إلى الآن، يعني يستقبلون فيها الضيوف. أقاموا قبيلة قريش، وفد قريش، شهر كامل في ضيافة النعمان بن قيس. في هذا الشهر اسمع السيناريو اللي صار: طلب النعمان بن قيس عبد المطلب بن هاشم على انفراد، قال له: تعال بدون ربعك، بدون وفدك، بدون أباك، لوحدك، راس لراس. فراح لعبد المطلب بن هاشم وقال له النعمان بن قيس: أذن مني. وأخلى مجلسه كامل، ما في هذا قصر حكمه، المكان اللي هو جالس فيه وعرشه ما فيه أحد إلا عبد المطلب بن هاشم وهو. قال له: يا عبد المطلب، إني مفض إليك بسر من علمي ما لم يكن غيرك لم أبح به، يعني لو أنه واحد غيرك ترى ما قلته، ولو أنه واحد غيرك ترى ما علمته، ولكني رأيتك معدنه فأطلعتك عليه، فليكن عندك مطويا حتى يأذن الله فيه، فإن الله بالغ أمره.
إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا واجتبيناه دون غيرنا خبرا عظيما وخطرا جسيما، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة للناس عامة، ولرهطك قبيلتك كافة، ولك خاصة. هنا البشارة اللي جت عبد المطلب بن هاشم: إذا ولد بتهامة غلام به علامة، بين كتفيه شامة، كانت له الإمامة، ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. عبد المطلب بن هاشم قال له: أبيت اللعن لولا هيبة الملك وسلطانه وفضلك علينا، لطلبتك ما أستزيد به سرورا. يعني إني أستحي منك، ودي أتبين منك، زدني وضح لي كلامك هذا. فقال له: هذا حينه الذي يولد فيه الآن أو قد ولد، واسمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه، والله باعثه جهارا وجاعل له منا أنصارا. آسف لعلي شوي أطلت عليك، بس هذا النقاش التاريخي اللي حصل في مجلس النعمان بن قيس وفي خلوته بعبد المطلب بن هاشم، أبعطيك إياه بالملي، أبعطيك إياه وش قال بالحظ عشان تعيش معي بمخيلتك صح. فقال النعمان بن قيس أكمل معه النقاش عن هذا الولد اللي بيبعث وبيصير نبي، فقال: يعز بهم أولياؤه، من يتبعه بينعز، ويذل بهم أعداؤه، يكسر الأوثان ويخمد النيران، ويعبد الرحمن ويدحر الشيطان. قوله فصل، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، قوله فصل وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعل وينهى عن المنكر ويبطله. سكت. قال عبد المطلب: قال عبد المطلب: أيها الملك، ألا كعبك ودام ملكك وطال عمرك، فهل الملك سار لي ببعض من إفصاح أو إيضاح؟ كيف يطلبه، شوفوا كيف البلاغة. فقال النعمان بن يزن: والبيت ذي الحجب والعلامات على النقب، إنك لجده من غير كذب. فخر عبد المطلب على طول وسجد. قال له النعمان: ارفع رأسك، على علمك وعلى كعبك، هل أحسست شيئا مما قلته لك؟ يعني هل هذا الشيء صار في بيتك؟ هل جاك مولود وسميته محمد وأمه وأبوه ماتوا وفي ظهره علامة؟ أعطاه بعض التفاصيل اللي قد أعطاه من علامات. الآن النعمان بن قيس يبغى يتأكد ويسأله ويقول: أحسست بشيء؟ يبغى يسمع، هو متأكد، ما هو متأكد 90%. فقال عبد المطلب: أيها الملك، إنه كان لي ابن وكنت به معجبا، هذا الابن، وكنت عليه رفيقا، فزوجته بكريمة من كرائم قومه، آمنة بنت وهب، فأنجبت ولدا فأسميته محمدا، فمات أمه وأبوه فكفلته أنا وعمه. فتيقن هنا النعمان على طول وقال له: إن الذي قلت لك كما قلت، فاحتفظ بابنك واحذر عليه من اليهود فإنهم له أعداء. وبدأ يوصيه بوصايا وبتفاصيل الآن بقولها لك كأنه عارف إيش السيناريو اللي بيصير خلال 70 سنة قادم. قال النعمان لعبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم: واطو ما ذكرت لك عن قومك ورهطك، لا تعلمهم، خلى السر بيني وبينك، فإني لست آمن أن تدخل في قلوبهم النفاسة. وقال له: ولو أنني أعلم أنني سأعيش إلى قبل مبعثه، يعني لو أني أضمن أني أنا بعيش لما يولد، تو النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنين، لسرت بخيلي ورجلي حتى أصير بيثرب دار مملكة موضع قبره، ولو فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيثرب استحكام أمره وأهل نصرته. وعبد المطلب يسمع التفاصيل هذه ويسمع الكلام هذا من الملك، ويسمع البشائر اللي جالسة تتوارد عليه أن من نسله بيخرج نبي مرسل اسمه محمد، وسيقيم في يثرب، وسيكون له نصرة، واللي ينصره يعز، واللي يخذله يذل، ومن يطيعه
يقول له النعمان بن قيس، يقول عبد المطلب، يقول له ولو أني أقيه من الآفات وأحذر عليه من العاهات لأعلنت، فيما معنى كلامه أن أي أحد بيأديه بأديه أنا ورجالي معي، ولكن صارف ذلك. شوف كيف الأدب، قال لنعمان، يقول عبد المطلب ولكني صارف ذلك إليك عن غير تقصير بمن معك. ثم قال له اجمع لي بالله الوفد اللي جبته الله يهينك يا عبد المطلب أنت وربعك. فجمعهم وجاء عنده قال له أمر كل واحد منكم يشر إماء 100 من الإبل وحلتين من البرود 5 أرطال من الذهب 5 أرطال من 10 أرطال من الفضة، وكروش الغنم كانوا يملؤونها بالعنبر، وكروش من الغنم مملوءة بالعنبر. أمر لعبد المطلب ب10 أضعاف ما أمر لكل واحد منهم، بمعنى أن عبد المطلب أخذ 1000 ناقة و100 جارية و50 رطل من الذهب و50 رطل من الفضة، رجع بعطاء وافر. يفكر بال100 ناقة أو عفوا بال1000 ناقة وال100 جارية، ما هذه ما هي في باله، هو يفكر في حكمه. رجع عبد المطلب إلى مكة بعطاء وافر يسوق سوق من أرض غمدان إلين بطن مكة. ما هو عدل وقوله فصل، يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله. من سلالته ومن نسله بيخرج رجل سيضيء لهذه البشرية نور ما يطفئه إلا قيام الساعة. كان يقول حتى مذكورة ورواية ابن عباس، كان يقول قال عبد المطلب يا معشر قريش لا يغبطني رجل منكم على جزيل عطاء الملك، 1000 ناقة ذي وال100 جارية لا، فإنه إلى نفاذ، ولكن ليغبطني بما يبقى لي ومن بعدي وعقبي ذكره وفخره وشرفه. نصا قالها، بدأ يلمح. قاموا يسألون اللي بيبقى لك ومن بعدك وذكره وفخره، متى ذلك؟ متى؟